And Gene is so funny, always saying this kind of things, so but it's all for. تصريح من ساديو ماني يفاجئ به محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي، ويهاجم إدارة ليفربول بسبب صلاح ويغضب السعودية. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لمحمد صلاح فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. فاجأ النجم السابق لليفربول ونجم النصر السعودي حاليا ساديو ماني، وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة إفريقا سبورت، وقال أن معجب جدا بما يفعله محمد صلاح مع ليفربول منذ بداية هذا الموسم. فتقريبا صلاح فكل مباراة يسجل ويمرر تمريرات حاسمة لزملائه، فصلاح هو العنصر الحاسم في ليفربول، فهو منتصدر هدافي الدوري الإنجليزي 16 هدفا، والأكثر صناعة للأهداف ب10 تمريرات حاسمة. وأندهش من إدارة ليفربول البخيلة التي لم تقدم لصلاح عقدا جديدا يليق به بما فعله مع ليفربول. فمحمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا بلا منازع، ويستحق احترام أكثر من ذلك من جانب إدارة ليفربول. وسأله الصحفي: علمنا أن هناك عرضا مغريا من جانب الهلال السعودي لصلاح، فماذا تنصح صلاح بصفتك تلعب في الدوري السعودي فرد؟ وقال: أنصح صلاح بألا يفكر في الذهاب للدوري السعودي حاليا، لأنه سيخسر الكثير من قيمته الفنية والتسويقية أيضا. فصلاح لو توج مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا سيكون المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية. وأعتقد أن إدارة ليفربول تضغط على صلاح من أجل تخفيض راتبه، وأنا أنصح صلاح في البقاء في ليفربول لمدة موسم أو موسمين على الأقل، لأن غلطة عمري أنني رحلت عن ليفربول وذهبت لبايرن ميونخ وبعد ذلك إلى السعودية. وسأله الصحفي: هل تتواصل مع صلاح؟ وهل العلاقة بينكم جيدة؟ فقال صلاح: هو أخي، بالرغم ما كان يحدث بين فليفربول والمنافسة الشرسة بيننا في مباريات المنتخب المصري والسنغالي. فصلاح كان أنانيا بعض الشيء، ولكن صلاح حاليا اختلف كثيرا وأصبح يمرر لزملائه. فأنا دائم التواصل بصلاح وأهنئه بعد كل مباراة يحرز فيها أهداف، وصلاح دائما يذكرني بالمواقف الطريفة بيننا، فهو متواضع وفاعل للخير. وأتذكر أنه دائما كان يتبرع بالمكافآت التي كان يحصل عليها من ليفربول ويتبرع بها لملاجئ الأيتام في مصر. وأتذكر أيضا أننا كنا نحرص على الصيام في شهر رمضان بالرغم من كمية الضغوطات التي كنا نتعرض لها من جانب إدارات ليفربول وكلوب. ولكن أكثر شيء اندهشت منه هو عدم فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي هذا العام، فهو يوجد أفضل من صلاح في إفريقيا، ونحن لا نعلم أنه شيء مضحك. إنه صلاح لا يفوز بالكرة الذهبية الأفريقية لهذا العام، ولكن نحن في ماما إفريقيا. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في قسم التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.